إذا خبر عاجل متابعينا ومشاهدينا الكرام من حريق باب فتوح. يا ربي السلامة، إنا لله وإنا إليه راجعون. الخبر اللي وصلنا الآن متابعينا الكرام من مصادرنا هو وفاة جوج ديال الحالات هنا في حريق باب فتوح بقيصرية الأندلس. 20 حالة اللي داوها للمستشفى، منهم جوج شفاو، منهم 10 تماثلوا للشفاء، و8 في حالة ديال الرعاية الطبية. فاستقبل المستشفى ديال الغساني 20 حالة متابعينا، جوج اللي توفاو للأسف الشديد حسب المعطيات اللي توصلنا بهم على قناة شوف تيفي. 8 مازال في الرعاية الطبية و10 تماثلوا للشفاء. إذا كنعاود نذكر آخر المستجدات في حريق قيصرية الأندلس بباب فتوح: حالتي وفاة لحدود ساعة مصادرنا المؤكدة، و10 ديال الحالات اللي تماثلوا للشفاء، و8 ديال الحالات في الرعاية الطبية. كتشوفوا الآن كذلك رجل الوقاية المدنية اللي تخنق شي شوية وكيحاولوا على أنهم يعطيوه الأكسجين. كتشوفوا رجل الوقاية المدنية، أبطال والله أبطال، رجال الوقاية المدنية القوات المساعدة أبطال، ترفع لهم القبعة كيكونوا في المواقف الصعبة. هذا رجل الوقاية المدنية كيعطيوه الأكسجين، الله يكون من حاله إن شاء الله، يتماثل للشفاء، يتماثل ان شاء الله، نتمنوا خير. كيحاولوا انهم يعطيوه الاكسجين رجل الوقايه المدنيه، ومازال الحريق الان مندلع. كنعاود نذكر بالحصيله لحدود هذه اللحظات: جوج ديال الوفيات، 10 ديال الناس اللي كانوا مخنوقين وتماثلوا للشفاء، 8 مازال تحت الرعايه الطبيه اللي كان حاله ديال اختناق اكيد متابعينا الكرام. فتم نقل 20 حاله للمستشفى، جوج ديال الوفيات لحدود الساعه حسب بعض المصادر ديالنا، و8 ديال الحالات اللي كانوا مخنوقين تماثلوا للشفاء، 10 اللي كانوا مخنوقين تماثلوا للشفاء، و8 ديال الحالات مازال لحدود الساعه تحت الرعايه الطبيه. اذا كتشاهدوا هنا متابعينا الحاله ديال الاستنفار القصوى، ومازال يتم محاوله انقاذ باقي الحالات العالقه بقيصريه الاندلس. فلا اله الا الله محمد رسول الله. هادشي اللي غنقولوا، حاله ديال الاستنفار القصوى هنا، الناس كيحاولوا يديروا مجهودات ديالهم من اجل انقاذ ارواح الابرياء هنا، وحاله ديال الترقب. فالاخبار الرسميه اللي كتاتينا في بث مباشر متابعينا: جوج ديال الوفيات لحدود الساعه، و8 اللي كانوا في حاله ديال الاختناق في الرعايه الطبيه الان، جوج ديال الوفيات، 8 في الرعايه الطبيه، 10 تماثلوا للشفاء. هذه المعطيات الرسميه اللي وصلتنا الان لحدود الساعه متابعينا الكرام من مصادر قناه شوف تيفي. تم نقل 20 حاله لمستشفى الغساني، منهم جوج توفاو، 10 ديال الحالات تماثلوا للشفاء، و8 يتم الان الرعايه الطبيه ديالهم بطبيعه الحال. فالمجهودات متواصله من اجل محاوله السيطره على الحريق، ولكن لحدود الساعه مازال الحريق متابعينا تتسع رقعته. وهنا رجل الوقايه المدنيه اكيد اللي حاول على انه ينقذ الابرياء، وهو بدوره كان غيتخنق لولا الالطاف الالهيه، كيعطيوه الاكسجين. باش فهمتي كيفاش؟ اذا متابعينا كما كتشاهدوا في هذه الاثناء، قلت جوج ديال الوفيات لحدود الساعه، 8 مازال في الرعايه الطبيه، 10 اللي تماثلوا للشفاء. اذا 20 حاله اللي تم نقلها للمستشفى الغساني حسب البلاغ اللي صدر قبل قليل واللي توصلنا به. توفاو 20 حاله، توفوا منهم جوج، 8 في الرعايه الطبيه، و10 تماثلوا للشفاء، و10 تماثلوا للشفاء.
هنا إذا كتشاهدوا الحريق مازال يعني الحدود الساعة متابعينا مازال في قيصرية شاعل الحريق، والآن أكيد كيتم محاولة إنقاذ باقي الناس العالقين هناك. مجهودات جبارة بذلتها الساكنة، كاين ضحايا للأسف، إنا لله وإنا إليه راجعون. الآن رجل الوقاية المدنية ولله الحمد تم الإنقاذ ديالو بعد ما عطاوه الأكسجين. الحالة ديالو الآن يتمثل للشفاء ولله الحمد والشكر. مازال حالة ديال الاستنفار هنا قصوى، أكيد متابعينا، فألف شكر للوقاية المدنية أكيد. إذا الحديث الآن متابعينا الكرام على جوج ديال حالات وفاة، 20 حالة اللي تم نقلها لمستشفى الغساني، منهم جوج حالات وفاة، 10 اللي تمثلوا للشفاء، و8 حالة ديال في حيطار حالة الرعاية الطبية. متابعينا مشاهدينا الكرام، برافو لرجال الوقاية المدنية، لولا التدخل ديالهم الباسل كانت تكون فاجعة كبيرة. ألف شكر لهم على المجهودات المبذولة، وإنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. جوج ديال الحالات وخسائر مادية كبيرة. متابعين، غنحاولوا نرجعوا للمنطقة الأخرى من أجل مواكبة يعني هذا الحريق. أكيد وجي تشوفوا الحالة ديال الاستنفار هنا، جوج الوفيات، جوج الحدود الساعة، جوج ديال الوفيات. مازال الدخان يتصاعد، مازال الدخان. واو 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 واو، واش كيبان لكم الدخان؟ مازال العافية شاعلة، هي العافية مازال شاعلة. واش كيبان لكم الدخان؟ لأن هاد الليل ما كيبانش الدخان بزاف، مازال الناس تسارع الزمن من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه. مازال العافية. كيبان لكم دخان ياك؟ واش كيبان دخان ولا نبدل الموقع لأن الظلام؟ واش كيبان الدخان ولا نبدل المكان؟ انا كيبان لي الدخان، نتوما ما عرفتش واش كيبان لكم. تعزيزات كبيرة هنا ديال رجال الوقاية المدنية. صراحة القيادة الجهوية ديال الوقاية المدنية دايرة مجهودات جبارة. على مساعدة واشكم محاباة حتى تطبقها. برافو الدراري، برافو وتعاون. برافو خويا، برافو برافو. إذا كما كتشاهدوا بطبيعة الحال مجهودات جبارة اللي كيقوموا بها يعني كل الساكنة هنا كما كتشاهدوا معنا، فألف شكر لهم على ما يقومون به من مجهودات. الناس كيغامروا بحياتهم من أجل إنقاذ الآخرين، ومازال ألسنة لهب تتصاعد في الأثناء. هادشي في باب فتوح في قيصرية الأندلس، باب فتوح قيصرية الأندلس. دعواتكم أخوتي مع الناس اللي مازال عالقين هناك. إذا الحديث على جوج ديال الوفيات لحدود الساعة، 10 ديال الحالات اللي تمثلوا الشفاء، 8 ديال الحالات اللي تحت الرعاية الطبية. البلاغ اللي صدر
قبل قليل، والمعلومات المؤكده على قناه شوف تيفي لحدود ساعه تم نقل 20 حاله، منها 2 ديال الوفيات، 8 ديال الحالات تحت الرعايه الطبيه، و10 ديال الحالات تمثلوا للشفاء. مازال العافيه شاهده متابعينا. حنا كنعطيو المصادر المؤكده الى حين تحيين المعطيات، وغنعطيوكم كل كبيره وصغيره تتعلق بهذا الحريق بعيدا كل بعد عن ما يشاع. شويه نعم، جميع الاسئله ديالكم كنحاول انني نتفاعل معها. اللهم بردا وسلاما على خوتنا اللي مازال عالقين هناك، واللي محاولات كبيره يقومون بها الساكنه، رجال الوقايه المدنيه، الامن الوطني، القوات المساعده، كل يعني يقوم بمجهودات جباره من اجل انقاذ ارواح الابرياء هنا. نعم، حديث على حريق اللي اندلع، واش قيصريه الاندلس ولا الذهبي؟ الدراري ماش كاين مشكل، التعليقات دابا قيصريه الاندلس والذهبي جايين مجاورين على ما اعتقد، ياك؟ الاندلس ماشي الذهبي. هما الساكنه هنا كيقول في الاندلس، اندلس ياك ماشي الذهبي، اندلس. ابناء المنطقه ما غتفهمش اكثر من ابناء المنطقه. حتى راس القليعه القيصريه ديال الاندلس، الهبطه ديال واندو. الهبطه ديال واندو بالضبط. والناس راه ولاد المنطقه، راه ماشي لا بعض التعليقات كيقول لك لا الذهبي لا الاندلس. كتفاعل مع جميع التعليقات ديالك. باب المكساري ياك. اذا برافو الدراري. غنعاود نذكر بالخبر اللي توصلنا به على قناه شوف تيفي، 2 ديال الوفيات لحدود الساعه، 10 ديال الحالات اللي تمثلوا الشفاء، و8 ديال الحالات قيد الرعايه الطبيه الان بمستشفى الغساني. المجهودات الان مازال متواصله. شنو وقع؟ شنو وقع؟ غيخرجوا شي واحد دابا، غيخرجوا شي واحد دابا متابعين. لا حول ولا قوة الا بالله، شي واحد غيخرجوه يا ربي السلامة. غيخرجوا شي واحد دابا، ما غيجيبوا شي واحد، لا اله الا الله. غيخرجوا شي واحد دابا متابعين الكرام. يا ربي يكون مازال على قيد الحياة، يا ربي يكون مازال على قيد الحياة. برافو رجال القوات المساعدة، برافو الأمن الوطني. غادي يخرجوا شي واحد دابا اللي لقاوه محروق هناك، نتمنوا له انه يكون على قيد الحياة. غادي يخرجوه دابا. تم العثور على أحد العالقين هناك، ما عرفناش واش على قيد الحياة ولا متوفي. نتمناو خير اخوتي، دعواتكم مع اخوتي المغاربه، القلب ديالي كيتألم عليهم. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. الدخان يصل لعندنا لهنا كما كتشاهدوا معنا. بالهي اذا غتشوفوا غيتم اخراجوه من هذه البلاصه هذه، غيخرجوه من هنا. اذا غيخرجوه من هنا متابعينا، غيخرجوه من هنا من هذا المكان يا ربي السلامه. لا اله الا الله محمد رسول الله. غيخرجوه
يخرجوه من هنا يا ربي تلطف، يا ربي تلطف، يا ربي تلطف. لا اله الا الله، ها هو مسكين. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. لا ما عرفناش واش على قيد الحياه ولا توفى، الله اعلم، ما عرفناش. كما كتشاهدوا حالة أخرى على ما أعتقد، نتمنوا لأنه ما يكونش توفى، ولكن باين الله أعلم. في انتظار الخبر، إذا شفتوا الحالة اللي تم نقلها الآن، نقله ما عرفناش واش توفى ولا لا، الله أعلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. قلبي وقف والله، قلبي غيوقف قلت يعني الألم والحزن. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما زال ربما حالات أخرى غيتم إخراجها في الأثناء. شفتوا حالة على المباشر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا خوتي يعني أكاد إعجاز على أنني نكمل التعليق، فغنكتفي بنقل الصورة والتعليق منكم. أكيد حالة ديال رعب وديال هلع، فاجعة كبرى كتعرفها المنطقة هنا ديال باب فتوح. فلا إله إلا الله محمد رسول الله. عافية مازال شاعلة، مازال ما طفات اخوتي، الناس اللي فوق مازال شاعلة، عافية مازال شاعلة كما كتسمعوا، مازال ما طفاتش، مازال دابا الظلام ما كيبانش الدخان، ولكن ألسنة اللهب مازال شاعلة العافية بزاف، مازال اخوتي مازال. استنفار كبير هنا، حالة ديال رعب يعيشونها ساكنة مدينة فاس، واستنفار كبير لكل السلطات المحلية، ومحاولات جبارة للرجال الوقاية المدنية والساكنة من أجل إنقاذ أرواح الناس اللي مازال عالقين لقيصرية الأندلس بباب فتوح. نعم، أكاد أفقد الكلمات من أجل هذا التعليق على هذه الوقائع المؤسفة والحزينة جدا اللي كتعرفها مدينة فاس والمنطقة ديال باب فتوح. وما زال لحدود الساعة الرجال، كنقول الرجال كيحاولوا إنقاذ الأبرياء. ما زال في مشهد أقل ممكن نقولوا عليه على أنه، شاهدوا معنا عندك يتقطع، عندك يتقطع، شوف واش من وين تقطع ولا ما تقطعش. برافو لهذا الرجال، برافو لهذا الرجال.
هذا الدخان كيبان لكم مازال ألسنة اللهب تتصاعد. تبقى اخويا الله سير اجي من هنا سير الله سير الدخان كيبان لكم دابا، الدخان كيبان ياك دابا من هذا المكان كيبان الدخان. مازال العافيه شابه اخوتي كما كتشاهدوا هاد الصور وهاد المشاهد. انا راني سخفت ما بقاش عندي الجهد باش نهضر، ولكن هكاك اقاوم احاول قدر المستطاع على انني نساهم في ايصال الصوره والصوت عبر قناه الشعب اللي كتكون حاضره في كل الفواجع اللي كتكون. اكيد مجهود جبار ما اكاد لربما افقد كلمات باش نعبر على امتناني لهذا الرجال. والله راه رجال 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 بكل ما تعملوا الكلمه والله. فبرافو، احييكم عاليا على هذه المجهودات الجباره المبذوله. فمازال لحدود ساعه مازال لحدود ساعه مازال الناس ميتين داخل كيقولوا حسب الاقوال. غنقطع هذا البث المباشر وغنرجع من خلال بث مباشر اخر بعد لحظات متابعين. ما عرفتش واش غنقطع ولا غنبقى معاكم. لحدود ساعه عدد الضحايا 2 ديال الوفيات، 8 ديال الحالات في الرعايه الطبيه، و10 ديال الحالات تم الانقاذ ديالهم ولله الحمد تمثلوا الشفاء. خصني نشرب الماء خصني نشرب الماء. انا راني احاول قدر المستطاع نقربكم من هذه الفاجعه اللي كتعرفها المنطقه. دعيو معاهم اخوتي، دعيو معاهم ما تخسروا والو. دعواتكم من القلب كتابة ومن الجوارح ديالكم. الله يحفظكم المغاربه. دعواتكم مع الناس العالقين لداخل. خسائر ماديه كبيره وكبيره جسيمه جدا، خسائر في الارواح، وما زال لحدود ساعه الحصيله قابله للارتفاع. غادي نقطع بعد قليل اللايف ونعطيكم المعلومات المحينه. واخا الكنادير دابا العافيه لداخل في القيصريه، واخا تجي طائره الكنادير غترش غير من الفوق، ولكن لداخل العافيه ملي كتكون داخل ما غتفيدش طائره الكنادير. كنشوف انا شي وحدين كيقول لك هذه ماشي غابه، هذه قيصريه لداخل، واخا تجي طائرات الكنادير وترش من الفوق غترش غير من السطح، ولكن العافيه خص اللي يدخلوا الرجال كيدخلوا يطفيوها من الداخل. هادو راهم الرجال هادو المغاربه الحرار اللي كيدخلوا لداخل كيغامروا بحياتهم. حوانت لداخل قيصريه ما يمكنلكش الكنادير. دابا بعض التعليقات الكابيني ديالو حط الطبيب تماك، قال لا الكابيني ديالو حط الطبيب تماك، والحوايج ديال عبد الله تيبيعوهم. اذا هانتوما كتسمعوا الحوايج ديال الجمله. مثل الكنادير غترش من الفوق، الكنادير كتصلح للغابات كتصلح المساحات، اما لداخل في القيصريه كي غدير تدخل الكنادير اخويا الله يهديك. القيصريه تتمتلك من اكثر من 50 حانوت. والله الا سي يوسف الى قلبي تا انا كيتقطع بالله، لا تسمح ليش الا انا قلبي كيتقطع على هاد الناس. فاجعه بكل ما تحمله الكلمه معنى. شوفوا ألسنة الدخان مازال كتصعد. خوتي غنرجع بعد قليل من خلال بث مباشر اخر. احييكم، السلام عليكم ورحمه الله.